انت قبل ما تؤمر اللي شغال عندك تاخد بالك انك انت وهو واحد، بس هو ربنا أقامك هنا وهو أقامه هنا. ممكن هو باللي أقامه فيه يدخل الجنة وانت بجنون العظمة تخش النار. حط دايما الآخرة قدامك، وما تتجبرش على حد، وما تفتريش على حد، وما تكلفش حد فوق طاقته. كن بالناس رحيما رفيقا، فإن الله رحيم يحب الرحمة، وإن الله رؤوف يحب الرفق. ويحب الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يرحم ضعف الإنسان. هذه من الصفات المروءة الكبرى. يعني قبل ما يعدد علي الأوامر كان معايا على نفسي. اللي كان حرام ده ليه؟ عشان مش راضي بالاسم. اللي عايز يظلم واحد ويشيله من وظيفته عشان يبقى مكانه لأنه مش راضي بالمكانة اللي ربنا. الأخ اللي عايز ياخد ورث أخوه ولا أخته. أصل كل الحرام عدم الرضا بما قسم الله. يبقى إيه اللي بيفتح أبواب الحرام؟ أكل الحرام. عدم الرضا بالقسمة هو رأس كل خطيئة، هو رأس كل كارثة من كوارث الكون. إبليس لما عصى ربنا ما كانش راضي إن ربنا يميز واحد عليه. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، تكن أغنى الناس. يبقى أحسن إنسان في الدنيا مين؟ اللي ما بيغلطش. الدرج اللي أنت فاتحه جنبك كده عشان كل الرايح واللي جاي يحط لك فيه، لو قفلته تبقى أحسن من الصائم القائم. في الفرض بس يعديك. ليه؟ من ترك شيئا في الحرام ابتغاء مرضات الله ملكه الله إياه في الحلال. الجنيه اللي أنت هتاخده حرام عشان تقضي الواحد بيه مصلحة وترتشي. يا عم ده جنيه أنت هتكبر، ما هو الجنيه زي المليون، هو كلها رشوة. انت مش انت عايز تضحك على نفسك في حساب اسمها رشوه. بكره يا اخواننا هنقف قدام ربنا، كل الاشياء اللي عملناها سنسأل عنها مره واحده الا المال، من اين اكتسبه وفيما انفقه.